امتى اخر مره خرجت مع واحد ناطع؟ الناطع يا جماعه مش مجرد واحد بخيل، البخيل بيبقى بخيل على نفسه وعلى الناس، لكن الناطع كريم جدا بفلوسك انت، بيجي بابتسامه عريضه وطلب بسيط. هو بينقي الشخص المكسوف المتربي بزياده اللي بيتحرج يقول له لا، عشان الناطع بيتغذى على كسوفك يا قمر. والنطاعه موديلاتها كتير، ناطع الزهايمر المالي، في كل شله بتلاقي من دول واحد، وفي اشاعه بتقول ان هم بداوا يبقوا اتنين. اينشتاين في الحسابات، بس اول ما الويتر ينزل بالشيك صدق نسيت المحفظه في البيت، ادفع واحنا اخوات هنظبطها بره ده في بعد زمني موازي ما بنوصلوش ابدا، او فجاه تجيلها مكالمه من كوكب زحل، او تقوم تدخل الحمام ومش هنساك يا اللي على طول نسيها في العربيه. وفي ناطع السيرفيس، ده اللي بيعتبرك اوبر ببلاش او مكتب استشارات مجاني، بس جرب تطلبه في خدمه يختفي كانه فص ملح وداب. وفي ناطع الديجيتال، افتح لي بس هوت سبوت عايز ابعت رساله ثواني، تفتحه تلاقيه بيعمل ابديت لكل السوفت وير بتاع الموبايل وبينزل فيلم اوبنهايمر 4K على قفاك. وفي ناطع الدراكولا العاطفي، تكلمك الساعه 3 الفجر منهاره، تفضلي تسمعيها لمده 4 ساعات وهي بتشتم في حياتها، وتيجي انت تاني يوم تتصلي بيها تقولي لها الحقيقه انا حصلت لي، ترد تقول لك يا ساتر، المهم ما تنسيش تبعتي لي رقم الصالون. على فكره الناس دي مش عبيطه خالص، هم عندهم حاجه اسمها انتايتلمنت او استحقاقيه اعلى من برج القاهره. هو انا ليه اتعب لو في مغفل، قصدي لو في حد شهم تاني ممكن يشيل الليل؟ والكارثه ان هم بالفطره بيكون عندهم سنسور بيعرفوا يصطادوا بيه ضحاياهم. هو ما بيكونش شايف انه بيستغلك، هو شايف انه بيشغلك، بيستثمر في جدعنتك يا جدع. مش بقول لك النطع ده رادار للادب الزياده. ازاي احمي نفسي من الظاهره دي؟ في قاعده اسمها قاعده المرايه. النطع بيكره اي حد يطلب منه حاجه، هتلاقيه عمل وضع الطيران واختفى. تاني حاجه شغل العداد، بلاش جمله خليها عليا المره دي، قسم الفاتوره بالجنيه، كسر عينه بالارقام، لان النطع بيعيش في المساحه بتاعه الكسوف، لما بتبقى واضح انت بتبوظ له السيستم بتاعه. واخيرا هل له علاج؟ لو النطع اللي احنا بنتكلم عليه ده غالي عليك، قول له انا بحبك بس مش قادر اشيل شيلتك، لكن لو ده نطع عابر تورو وبتورو، فالحقيقه المره للاسف ان الاجابه لا. يا صديقي اللي يزعل عشان انت بطلت تخليه يستغلك ده عمره ما كان صاحب، ده كان مستثمر فيك والمشروع قفل. الصحاب هم اللي بيزودوا الرصيد نفسيا وماديا ومعنويا، مش بيطرحوه. اللي بيسحب من الرصيد وما بيحطش ده مش صاحب، ده مصروف. لو حسيت انك بعد قعده معينه تعبان ومفلس ومصدع، اعرف انك كنت قاعد مع نطع كبير.